يا صباح الورد والفل والياسمين وكل الطاقة الإيجابية اللي في الدنيا على الناس الحلوة. متابعين دردشة مامز مع نهى، أهلا بيكم في قناتي. أنا نهى، ويا رب دايما كده تكونوا كلكم في خير وسعادة. فيديو النهاردة مختلف، اوعي تجري الفيديو، ان شاء الله تستفيدي من كل المقاطع اللي فيه. والنهارده بقى هبتدي بدايه مختلفه خالص. جاتني هديه قمر من دكتور جاكلين، حبيبه قلبي، صاحبه منتجات سيلا. طبعا منتجات سيلا غنيه عن التعريف. منتجات جديده هي عاملاها، هي المخمريه دي، اسمها 4 في 1، حاجات كده فظيعه جدا، بس انا هقول لكم كده نبذه عنها سريعه. وكمان املاح الباديكيري، عارفه ان انا بحب اهتم قوي بالحاجات دي. وكمان زبده القدم اللي بتخلي كعب رجلي يعني زي البيبي بالظبط. بجد هي حاجات جميله جدا. هي بعتتها لي مع اخر اوردر انا جبته. ميرسي جدا يا دكتور جاكلين، بجد يعني احنا مهما نشكرك يعني مش بنوفيكي. اللي فيكم بقى ما يعرفش، انا مندوبه لمنتجات سيلا، وعندي جروب اللي يحب يدخل الجروب بتاعي. جروب دلعي نفسك للمنتجات الطبيعيه، هسيب لكم اللينك في اول كومنت مثبت. وان شاء الله يعني يعجبكم جدا، يعني اتمنى ان انتوا تنوروني فيه. يلا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا النهارده. سريعا كده، هو روتين عادي خالص، بس هنعمل فيه كذا حاجة مع بعض. يلا نتشجع مع بعض، علشان يعني اللي وراه حاجة وقفي الفيديو، اعملي ستوب وقومي شوفي انت وراكي ايه. يعني جهزي نفسك كده، هتعملي ايه، هتفكري في ايه بتاع. لو وراكي شوية مواعين، وراكي شوية توضيبات في المطبخ، وحطي الموبايل قدامك، شغلي الفيديو واعملي الحاجة اللي انت وراكي. يعني مش عايزاكي تتعطلي. تمام، انا بعمل كده، بحب مثلا بتفرج على حاجة معينة، بتفرج عليها وانا بعمل شغل البيت. طبعا احنا ما بنبطلش مشتريات يعني طول الوقت بننزل نشتري حاجات من السوق، حاجات من العلاف، مش عارف ايه، حاجات من السوبر ماركت. آه طبعا اكبر مشكلة واكبر كركبة هي الحاجات اللي بنشتريها بنبقى محتاجين نفضيها على طول بصراحة. واقول لكم بكل صراحة، انا مش نشيطة قوي لدرجة ان كل حاجة تمام، يعني وقتي كده وعلى طول البيت متروق وعلى طول المطبخ متروق، لا خالص يا جماعة، انا بحاول اعمل كده. بس يعني اوقات بيكون بحس مثلا قعدي مع ولادي اولى. ساعات بحس ان في حاجه تخص ولادي اولى من ان انا اقوم ارتب اقوم اروق، فممكن اخر الحاجات دي. اوقات كمان بفضل ان انا انام بدري على ان انا اخلص حاجه البيت. ان انا انام في الميعاد اللي انا مظبطه لنفسي، وان انا اصحى في المواعيد المظبوطه. بدي جسمي الراحه، يعني في المواعيد اللي انا جسمي محتاجها. مش بفضل شغل البيت على راحة جسمي، لا، انا بطلت الموضوع ده بقالي فترة، لان صحتي اتأخرت. فيعني طب انا مين هيربي عيالي؟ لا، لازم افكر صح. وقت الراحة، وقت النوم، وقت ما الجسم محتاج الراحة ومحتاج النوم اللي هي الأوقات الطبيعية، لا أنا بخليه نوم. وبالنهار ده الشغل بقى يعني خلص في عدد الساعات اللي أنا المفروض بشتغل فيها، أوكي، ما خلصش خلاص. وكمان عدد ساعات النهار دي أنا بقسمها ما بين شغل البيت وما بين ولادي. ما بين ولادي، يعني هو بتعملي ايه مع ولادك؟ انا مش بذاكر لهم على فكره، ومش ولا بديهم دروس ولا بجيبهم دروس ولا اي حاجه من كل الكلام ده. بس هم في سن اللي هم بيحتاجوا ان نتكلم مع ماما، ناخد وندي مع ماما، بطمن عملوا ايه النهارده، في جد ايه النهارده، الكلام ده كله مصاحبهم قوي. فبقضي وقت كبير معاهم، ناكل مع بعض، نشرب مع بعض، نضحك مع بعض، نتفرج على حاجه مع بعض، يعني حاجات كده. دي بتسحب على فكرة من الوقت جامد، عشان كده وقتي للمطبخ أو للتنظيف أو للكلام ده ممكن يكون أقل من ناس كتير، بس بحاول برضو أنجز فيه حاجات كتير. المهم، فطبعا المشتريات بتخليني دايما الدنيا مكركبة. فانا اول ما بفكر في، يعني انا عايزه اروق البيت، لازم اظبط المشتريات احطها في البرطمانات زي ما انتم شايفين كده. انا كنت جايبه بقسماط، وكنت جايبه برغل، وكنت جايبه آم، كان ايه، كان ذره. ايوه. واللي هي ذره فشار. وكمان كان في عندي اكياس مكرونه كده، ما كانش يعني، كان قبلها كنت ما كانش في مكان في البرطمانات، فقمت مفضيه. عارفين لما تلاقي البرطمان فضي فتقومي مفضيه فيه كيس تاني وكده، لان انا ما بيبقاش عندي عدد الاكياس على قد عدد البرطمانات، دايما عندي الاكياس اكتر من عدد البرطمانات.
فكل ما برطمان بيخلص بفضيه. وبقعد بقى ايه، يعني مثلا البرطمان يكون فاضل فيه حبة صغيرين او منقلاهم في برطمان صغير، وبعدين او مفضية نوع تاني مثلا في برطمان الكبير، وهكذا. عارفين بقى اللي هو تباديل وتوافيق وتظابيط علشان ايه، نعرف نظبط ضرفة الخزين. وكمان ادي الرز اهو بفضيه، ده كان الكيس اللي هو كان 5 كيلو. انا قعدت استخدم منه في الاول يعني اول حوالي كيلو ولا كيلو، اول كيلو كنت مستخدماه وفتحاه. بس كنت حاطاه في كيس وربطاه، لاني ما كنتش لسه عارفه افضي في انهي برطمانات وكده. وكنتش ظبطت بصراحه دولاب المطبخ، يعني قاعد عندي جوه البيت مثلا بتاع 10 ايام ولا 15 يوم بستخدم منه، وانا لسه ما فضيتوش في برطمان. عادي قشطه، يعني ما كنتش فاضيه. كان يعني ورايا حاجات كتير جدا. بصراحة بقالي يعني فترة قصيرة كده حاسة ان انا مقلوبة على وشي، يعني عارفين اللي هو انا مش فاضية اتنفس، مش فاضية اقول تلت التلاتة كام. العيال كل شوية تاني مثلا حد ياخد دور برد او يدخل على دور برد او يبقى داخل على دور برد، فبيبقى محتاج اهتمام معين وراحة معينة وتظبيط معين ومش عارف ايه والكلام ده كله. مثلا انا ممكن الاقي وقت في عندي 3 4 ايام ورا بعض كنت بنزل بعمل مشاوير، فلاقي في ايام ضاعت. الايام اللي ضاعت دي شغلها بيتراكم في الايام التانية، وهكذا. يعني بصراحة عارفين اللي هو ايه، كل ما انظم اولوياتي الاقي ولولة جديدة وارجع ابقى عايزة انظم اولوياتي من اول وجديد. بس هي دي الحياة، يعني انا مقتنعة ان هي دي الحياة، والحمد لله انه ان احنا عندنا نعم كتير جدا، والزحمة في حياتنا دي نعمة كبيرة جدا. انا بشكر ربنا عليها. في غيرنا بيتمناها حقيقي. بصوا بقى المقطع ده من فيديو اللي هو اللي قبل اللي فات، اللي هو كان تزيين غرفة النوم. كان هي المناسبة كانت بالنسبة لي أنا كان عيد جوازي، تمام. عيد جوازي ال 14، أنا صامدة يا جماعة 14 سنة صامدة. صامدة قدام كل التحديات. يلا يا رب كده يعني نفضل صامدين، يعني هو بمعونة ربنا قبل كل حاجة يعني. المهم ان انا بفكركم ليه بالفيديو ده علشان تشوفوه. للي ما شافوش بفكركم بيه، واللي شافه ومثلا عنده، احنا دلوقتي داخلين على مناسبات كتير قوي، رأس السنة بقى ومناسبات كتير واعياد وحركات كتير قوي، وفي مناسبات الفترة الجاية. ف ممكن تعملوه شير لاصحابكم اللي ممكن يستفيدوا بطريقة التزيين البسيطة الغير مكلفة دي. فعشان كده حبيت افكركم بالمقطع ده. يلا بقى نكمل الروتين بتاعنا. وطبعا هي الحياة ايه غير شوية غسيل فوق بعض، يعني شوية غسيل عاوزين يتغسلوا، وشوية غسيل عايزين يتنشروا، وشوية غسيل عايزين يتلموا، وشوية غسيل عايزين يتطبقوا. ايه الحياة ايه غير كده؟ الغسيل بيبيض زيه زي المواعين بالظبط يعني. انا بصراحة عندي يعني أزمة كبيرة قوي في الاتنين دول. مش عارفة بقى يعني كل الناس كده ولا هو ناس معينة، او الموضوع مرتبط بعدد افراد الاسره. اولا احنا عندنا الغسيل كتير قوي، لان انا وجوزي وعيالي الاتنين، يعني احنا 4 افراد بنغير يوميا يوميا هدوم نظيفه، ممكن صبح وليل. يعني انا بغير صبح وليل. جوزي مثلا بيغير طبعا كل يوم طقم اللي هو طقم الشغل، تمام. وولادي طبعا لبس المدرسة هو بيتغسل مرتين في الأسبوع، لكن هدوم البيت برضو بيغيروا كل يوم. فكل ده طبعا عامل لنا زحمة كبيرة جدا في الغسيل. زائد ان انا بغير الملايات كل اسبوع، ادي دوت غسيل لوحده كده. ده غير المفارش، غير الملايات. المفارش، الملايات، الفوط، يعني حاجات كتير قوي. ده غير كمان المفارش اللي انا ببقى حاطاها على الانتريه بره برضو بتتغسل، علشان التراب فظيع عندنا جدا. ده كده انا ما جبتش سيرة بقى الستاير اللي بنغسلها كل شهر، والمش عارف ايه اللي بنغسله كل قد ايه. حفلة 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 حقيقي يعني. المهم بقى ايه، كان عندي شوية غسيل لميتهم قبل ما انشر اللي انتوا كنتوا شايفيني بنشرهم دول. كانت الملايات، لان انا بصراحة كنت لسه مغيرة الملايات. العادي ان انا بغير الملايات مره واحده في الاسبوع، لكن لو بعد شهر في اي حد تعبان او داخل على دور برد او الكلام ده كله، لا يعني انا ممكن اغير مرتين في الاسبوع. وكمان المخده نفسها بفرش عليها حاجات كده مثلا زي كوفرتا. في عندهم كوفرتات بتاعتهم هم نونو،
طبعًا بتبقى بيضة كده وحلوة وناعمة، بافرشها على المخدة بحيث إن أنا أغسلها كل يوم أو كل يومين، خصوصًا لمّا بيكون حد فيهم عنده برد، عشان المخدة تفضل نضيفة، وده كده يعني بيسهّل عليَّ إن أنا ما اقعدش أغيّر الملاية كل يوم أو كيس المخدة كل يوم. دي فكرة برضه قُلت أقول لكم عليها يمكن تنفعكم. تمام. بس بقى فأنا أنا أصلًا يعني ورايا على فكرة حاجات كتير جدًا، 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 بس يعني أوقات بابقى مكسلة وأوقات بابقى متشجعة، وأكتر حاجة بتشجعني لمّا باتكلم معاكم، باتشجع جدًا على فكرة يعني. أنا دلوقتي باسجل صوت على فيديو خلاص أنا صورته، بس من مثلًا من تعليقاتكم اللي باشوفها على الفيديو أول ما بينزل، ده بيشجعني إن أنا أجري يالّا أعمل الفيديو اللي بعده أو أصور الفيديو اللي بعده أو أدّيكم أفكار أكتر. عايزة أقول لكم معلومة مهمة جدًا، أكتر حاجة محمساني في شغل القناة هو التواصل، يعني التواصل ما بيني وما بينكم. باحس إنه في ناس عايشة معايا وفي ناس بتتكلم معايا، وعلى فكرة أنتم بتفيدوني جدًا، مش أنا بس اللي بافيدكم. أنا ما عملتش القناة دي علشان أنا حد كويس أو حد فظيع أو عندي معلومات رهيبة مش موجودة عند حد، لأ خالص على فكرة. أنا ممكن أكون أقل منكم أنتم اللي بتتفرجوا عليَّ، بس هو كل الموضوع إن أنا قُلت يالّا نشجّع بعض، يمكن يكون عندي معلومة، حد يكون بيبتدي البدايات، يفتح بيت، بنوتة بتكون حابة شغل البيت، تاخد معلومة كده، تاخد معلومة كده. ممكن يكون حد أقدم منّي أو حد يعني مثلًا فاتحة بيت بقى لها كتير أكتر منّي وسِنّها أكبر منّي وعندها معلومات أكتر منّي، بس ممكن تاخد فكرة من عندي مع المعلومات اللي هي عارفاها. حتى لو ما قُلتش أفكار جديدة، إحنا أوقات كتير جدًا بنبقى عارفين الفكرة وبنبقى ناسيينها، ولمّا حد بيقولها قدّامنا نقول ياه! ده أنا كنت عارفة الفكرة دي، هو أنا ليه ما كنتش باعملها؟ لإنه أنا ده بيحصل معايا. بُصّوا بقى أقول لكم على حاجة، أنا طبّقت الغسيل ورُحت حطيت قسّمت الغسيل، اللي هو الغسيل بتاعي والغسيل بتاع الولاد وكده، وحطيت كل واحد الغسيل بتاعه على السرير. ليه؟ علشان هُم لمّا ييجوا يحطّوا الغسيل بتاعهم جوّه الدولاب، مع إن هُم مش بيحطّوه بالطريقة اللي أنا باحبها جوّه الدولاب، وعلى فكرة بيلخبطوا الدولاب ومش بينظموه أوي زي ما أنا باكون حابة إن هو يبقى متنظم، بس أنا لازم أخلّيهم يعني شوية بشوية يحسّوا إن هُم بيعملوا حاجة. وعلى فكرة هُم لمّا بيحطّوا الرصة مش بطريقتي أو بيلخبطوا الرصة الأساسية اللي أنا مضبّطاها في الدولاب بتاعهم، أو الكلام ده كلّه، مش باروح أقول لهم إيه ده أنتم عملتوا إيه وبتاع ومش عارفة إيه، ساعات باقول بصراحة يعني، بس مش كل مرّة باقعد أعمل تعليقات نقد يعني لأ. أنا يعني تمام، أنت حُط حتى لو مش بالطريقة بتاعتي، بس لازم أحسّسه إن هو بيعمل حاجة لنَفْسه، عشان فكرة الاعتماد على النَفْس. وطبعًا دي حاجة بسيطة أوي على سِنّهم، لأ أنا باخلّيهم كمان يعتمدوا على نَفْسهم في حاجات أكبر بكتير، يعني إن هُم دلوقتي عندهم 13 سَنة. قبل ما أفوّت المقطع ده، ده رُز بالخضار، أنتم شُفتوا الطريقة سهلة جدًا. بصلة ودبّلتها في الأول بمعلقة سمنة صغيّرة، سمنة نباتي أنا عاملاها بسمنة كريستال، و بعد كده بعد ما حمّرت فيها نزّلت فيها الخضار اللي عندي، كان فاصوليا خضرا وبسلة، شوّحتهم وبعدين نزلت بالرز وزوّدت المَيّة بس عادي خالص، وكنت عاملة معاهم أصابع كابوريا كنت مشوّحاها. ودي كانت وجبة سريعة كده، لإن في نفس اليوم ده كانت ماما حبيبة قلبي كانت عاملة لنا محشي، فقُلت يعني أعمل لهم حاجة سريعة كده عقبال ما ماما كانت تخلّص المحشي عشان كان هيخلص متأخّر، ربنا يخلّيها لينا دايمًا تعبينها معانا، بس بصراحة المحشي كان تحفة. يا ريتكم كنتم كلتوا معانا. طب ندخل بقى على اللي جاي، هو كيكة. الكيكة دي نباتي صيامي وهاعملها بالموز وتحفة جدًا، هي طبعًا من غير لبن ولا بيض. هاحط بقى ده هنا كاكاو. طبعًا إحنا عارفين الكاكاو بُصّوا بيبقوا عاملين حبيبات كده مكلكعة، فأنا هاعمله في المنخل عشان يبقى متضبط عشان القوام، ودول شوية نشا، يعني حوالي معلقتين 3 ممكن نستبدلهم بدقيق عادي يعني ممكن بنشا أو من غير، ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة ربع معلقة بيكنج صودا، ومعلقة بيكنج باودر ممسوحة، معلقة شاي، و هاحط أهو بيكنج باودر. يبقى أنا حطيت النشا والبيكنج باودر هاحطه أهو، وحطيت البيكنج صودا، وهاحط كمان الفانيليا. يعني بُصّ أنا هاحط كل المواد الجافة مع بعض. الكيكة الصيامي بتحتاج إن إحنا ننخل الدقيق يعني على الأقل 4 مرات.
علشان نعتمد على في موضوع النخل ده ان هو ده اللي هيرفع الكيك. انا هعمل قالب اللي هو قالب الكيك اللي هو المستطيل ده، بس مش هعمل صينية كبيرة. وهحتاج كوبايتين دقيق، يبقى كوبايتين دقيق عليهم شوية الحاجات الجافة اللي انا حاططها دول كلهم، يعني كل حاجة فيهم معلقتين 3، يعني عادي مش معيار قوي، لان انا هعمل قالب صغير. الكيكة دي حلوة قوي، نكهة الموز اللي فيها عجبتني جدا، عجبتني انا وبنتي، ولا بصراحة ما عجبتش ابني. ف يعني هعملها له بقى بالبرتقال واشوف، يعني هو بيحب البرتقال اكتر، مع ان هو بقى بيحب الموز، يعني هو بيحب الموز بس مش عارفه ليه ما حبش الكيك بالموز، مع ان هي عجبتني انا جدا وعجبت بنتي جدا جدا. بس يلا ما فيش مشكله، هو ممكن يكون ما كانش ليه مزاج عشان هو بس حاليا واخد دور برد مع الاسف، واحنا حاليا كمان في امتحانات الشهر، بيروح بس يمتحن وبروح اجيبه بعد الامتحان. ويعني بص احنا شايفين ايام رائعة رائعة، يعني دعواتكم بجد ان الولد يخف. هو مع الاسف كل اسبوعين كده ببص الاقيه داخل في دور برد، بس انا هكشف له النهارده ان شاء الله. يعني انا صبرت عليه امبارح والنهارده، فهو مفيش سخونة الحمد لله، اشكرك يا رب، يعني ومفيش اي حاجة غير ان هو همدان وجسمه مكسر وحاسس دماغه تقيلة وبيبقى عاوز ينام طول الوقت. فيعني ان شاء الله خير يا رب كده، ما يكونش فيه حاجة فظيعة، يعني يكون مجرد دخول برد، جو برد عادي، يعني دور برد عادي يعني. المهم ان انا نخلت الدقيق زي ما انتوا شفتوا كده، ونخلته بالكاكاو والمواد التانية اللي انا حطيتها. وهبتدي بقى اجيب الكبة، ممكن كبة او الخلاط، وهنعمل المواد اللي هي السايلة مع السكر في الكبة او الخلاط. يعني هو عادي ممكن نعمل كل نستعمله في الخلاط، بس انا عملته في الكبة عشان أنا بالنسبة لي الكبة اسهل يعني، بس اسهلها مش عارفة اكتر من الخلاط ليه معرفش يعني، بس ما علينا. كمان عشان هفرم الموز مع المواد السائلة نص كوباية زيت، هحط عليها معلقة خل كبيرة وكوباية سكر. انتوا ممكن تستخدموا كوباية وربع، كوباية ونص، يعني كل واحد على حسب هو بيحب السكر قد ايه. تمام. احنا لو عايزين نزود الفايدة من الكيك دي يبقى هنستخدم بدل ما هو دقيق ابيض بس، لا ممكن نستخدمه دقيق ابيض معاه دقيق شوفان او معاه دقيق شعير زي ما انا عملتها معاكم اكتر من مرة. ارجعوا للفيديوهات هتلاقوني عملتها بتشكيلة انواع دقيق كده علشان تبقى حاجة مفيدة جدا. انا المرة دي خليته دقيق ابيض بس، وحبيت ازود عليها الموز اشوف هيبقى الطعم عامل ازاي. بس يعني مش عارفة هل هجرب بالموز تاني، انا بصراحة عجباني جدا، بس حتة ان الولد ما كلش منها دي حاجة ضايقتني. بس اكيد انا هبقى اجرب تاني، بس ممكن بعد فترة يكون الولد خف من الدور، ممكن يكون الدور هو اللي مخليه ان طعم كل حاجة ممررة في بقه شوية او مش عاجباه، او يعتقد ان هي اللي طعمها وحش، مش عشان هو مثلا واخد الدور ده او كده. عامة يعني انا اي حاجة مش بتعجب ولادي بستنى عليها فترة وممكن اعملها لهم تاني. وساعات كتير يعني في المرة التانية الحاجة بتعجبهم، يعني وده يعني ده عادي، يعني ده انا خدت عليه انه عامة كل الاولاد بيكون ارائهم متقلبة من فترة للتانية، عشان كده مش بيأس يعني في اي حاجة هما ممكن تكون مش بتعجبهم، لا بعملها عادي يعني طالما انا بعمل لهم برضو اوقات كتير قوي اللي بيعجبهم واللي بيطلبوه. ولو انت شايف ان الفيديو او القناة بتاعتي مفيدة وبتقدم اي حاجة مفيدة ان شاء الله حتى 1%، يا ريت تقولي لصحباتك عليها، تبعتيها كده على الواتس وتبعتيها على الفيس. يعني هتكسبي فيهم ثواب، يمكن ياخدوا معلومة ويقولوا لك شكرا ان انت عرفتينا على قناة زي دي. ويا ستي حتى لو ما يعرفوش معلومة ادينا بنشجع بعض، احنا يعني عايزين نصدر لبعض طاقة إيجابية، انتوا تصدروا لي طاقة إيجابية وأنا أصدر لكم طاقة إيجابية كده. تمام. احنا داخلين على ايام صعبه يا جماعه، داخلين على ايام صعبه، وعايزاكم تشدوا حيلكم معايا شويه، عايزين نكبر القناه ونزود عيلتنا كده. يعني ربنا يا رب يرزق الجميع ويعوض كل الناس على تعبها. يعني انا مش قادره اوصف لكم قد ايه بحاول يعني اقنن جهدي واقسمه ما بين شغل القناه وما بين شغل البيت وما بين الولاد، بس بصراحه مش بحب شغلي في القناه يجي على ولادي او مصلحه ولادي.
بس أنا باحاول ولا ييجي على صحتي، يعني أنا باحاول، بس أنا عايزاكم بقى تشجعوني عشان طاقتي تزيد وأقدّم أكتر يعني، تمام. أنا بقى هنا بعد ما خلاص خلّصت السوايل اللي عملتهم في الكبة وكبيتهم على الدقيق المنخول قُلنا حوالي 4، 5 مرات، وأنا أصلًا عشان حاطة فيه كاكاو وحاطة فيه موز، فبجد الطعم حلو أوي، جرّبوها مش تندموا صدقوني. وطبعًا حاجة مفيدة، وزي ما قُلت لكم عايزين نزوّد الفايدة أكتر، ممكن نز ن نعمل تنوُّع في نوع الدقيق، والناس بقى اللي مش صايمة زي حالاتنا كده إحنا صايمين، فأنتم الناس اللي مش صايمة بقى ممكن يستخدموا البيض واللبن عادي جدًا، تمام. يعني كل الكيكات اللي قبل كده كنت باستخدم فيها البيض واللبن عادي جدًا. بس كده ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، وده كان شكلها بعد ما طلعتها من الفرن. بصراحة كانت جميلة جدا وعالية قوي وريحتها كانت تحفة. بس اقول لكم بقى باي باي.